لو عايز تعرف ايه اللي حصل في ماتش السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في الامارات، خليك معايا لبعد الفاصل وانا هقولك على كل حاجه. احلى نهايه في الدنيا دلوقتي، احلى نهايه في الدنيا. شيكا يختمها، احلى نهايه في الدنيا. يا عيني ده اتصدم. ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري، الاهلي كسب، ولكن هل الاهلي كان هو الافضل ام الزمالك كان يستحق المكسب؟ لو انت زملكاوي فانت هتبقى شايف ان الزمالك كان ممكن يقدر يكسب، ولكن الاهلي ضيع كتير قوي 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 قوي، ودي فرصه تخلينا ان احنا نشيد بعواد اللي دايما بيتظلم ودايما بياخد اقل من اللي يستحقه. عواد كان يستحق ان هو ياخد المان اوف ذا ماتش، وانا ما اعرفش هم ليه ادوها للشناوي. الشناوي حرفيا كان تقريبا كان ضيف شرف في معظم اللقاء، هو ظهر بس في ضربات الجزاء، ورغم ان هو برده مستواه في ضربات الجزاء ما كانش احسن شيء، برده عواد كان بيروح مع كل كرة، ولكن هي ما كانتش ماشيه مع عواد. عواد اتظلم برده في الماتش انه ما خدش مان اوف ذا ماتش. دي كده نقطه. تاني حاجه، مستوى التحكيم في بطوله السوبر عامه كان مستوى جامد قوي. مستوى التحكيم في المباريات كلها كان مستوى بيعدي الجيد جدا وبيوصل لدرجه امتياز، ولكن احنا ما بنحبش نتكلم على التحكيم المصري غير في المساوئ، ما بنتكلمش على التحكيم المصري غير في المصايب، ما بنتكلمش عن التحكيم المصري غير لما بيكون وحش. يا جماعه التحكيم المصري يستحق التقدير في البطوله دي، عمل مباريات كبيره قوي 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 قوي، رغم اختلافنا بقى مثلا ان كره بيراميدز والزمالك اوف سايد مش اوف سايد، الجون بتاع الجزيري اوف سايد مش اوف سايد. انت بقى تقعد تشوف الموضوع بدماغك، السوشيال ميديا طبعا بتحب تولع في الدنيا، ولكن انا شايف ان التحكيم مستواه جامد جدا، وانا متفق مع كل القرارات اللي حصلت، سواء الغاء الهدف بتاع بيراميدز، سواء الغاء الهدف بتاع الزمالك، سواء ضربه الجزاء اللي اتحسبت لبيراميدز. ايا كانت القرارات فانا متفق مع التحكيم في كل القرارات، نسبه الخطا قليله قوي تكاد تكون معدومه، وده بيخليني اشيد بالتحكيم كويس جدا جدا، خاصه في ماتش الاهلي والزمالك. ماتش الاهلي والزمالك الحكم مسيطر على المباراه سيطره تامه، الكروت كلها في توقيتها، الفاولات كلها بنسبه 99% صحيحه، الملعب مليان لعيبه كتير بتحب التمثيليات، هو ما انساقش ورا التمثيليات دي. لا بجد حكم ارفع له القبعه، بصراحه كان من نجوم الماتش ان ما كانش نجمهم الاول بصراحه التحكيم، ولو التحكيم ده لو كان اجنبي كان زمان الدنيا كلها قاعده تتغنى بيه، لكن احنا طبعا عارفين عقده الخواجه. النقطه الثانيه زي ما قلت لحضراتكم، عواد اللي اتظلم، كان عواد يستحق مان اوف ذا ماتش بدون نقاش، بدون نقاش. عواد لولا عواد في ماتش الزمالك النهارده الزمالك كان يشيل 3-4 مستريح. عواد شايل كور كتير قوي، وحتى اللي اتحسبت اوفسايد برضه عواد شايلها. فبصراحه عواد يستحق ان هو يبقى ممكن اقول لك احسن جون في مصر بامانه. الشناوي انا مش متقبل ان انا اشوف الشناوي هو حارس مرمى النادي الاهلي الاساسي، مش متقبلها بصراحه. يعني كل مره عن مره مصطفى شبير بيثبت ان هو افضل من الشناوي، والشناوي برضه بيثبت لنا ان الكيرف بتاعه نازل مش طالع، ودي تفرق كتير. نيجي لنقطه ثانيه اللي هي نقطه شيكابالا. شيكابالا راجل كبر في السن زيه زي عبد الله السعيد، بس مين فيهم بيقدر يستغل كورته، بيقدر يستغل خبرته للفريق، ومين بيستغل خبرته لنفسه؟ انت كزملكاوي تقدر تجاوبنا على السؤال ده. شيكابالا بيحاول يستغل كل حاجه لنفسه. شيكابالا داخل، انا ما اعرفش هل تم اختياره انه يشوط ضربه الجزاء ولا هو اللي داخل من نفسه عشان ياخد اللقطه وجت على دماغه وضيعها. طب لا، طب انت هتيجي تقول لي مثلا طب هو لو كان دخلها كنت تقول نفس الكلام؟ انا ما كنتش ما رحبش ابدا ان شيكابالا هو اللي يدخل يشوط ضربه جزاء حاسمه زي دي، خصوصا ان شيكابالا اصلا دخل الربع ساعه اللي لعبها في الماتش انا مش حاسه موجود. يعني انا من ساعه ما شيكابالا نزل مع الزمالك في الشوط الرابع انا حاسس ان الزمالك بيلعب ناقص واحد. الحته بتاعت شيكابالا ماتت، ولا منه بيهاجم ولا منه بيدافع، فبالتالي يشوط ضربه جزاء وضربه جزاء حاسمه. انا ما اعرفش من امتى نجم الماتش لازم يشوط اخر واحده. وشيكابالا انت مش نجم الماتش ولا نجم الفرقه دلوقتي، واحد زي زيزو معدي منك بكتير، لعيبه كتير كانت تقدر، عبد الله السعيد كان يقدر يشوط ضربه الجزاء الحاسمه، لعيبه كتير كانت تقدر تشوط الضربه دي. انت مش يعني انت اللي داخل ليه؟ اللعيبه دي سبقتك وشاطتها، طب ما تدخل اي لعيب تاني، الا اذا كان حد هو بقى من الجهاز الفني هو اللي اختار ان شيكابالا هو اللي يدخل يشوط ضربه الجزاء الحاسمه دي، وده طبعا اختيار خاطئ. وانا شايف ان شيكابالا بيدور على مصلحته وبيدور على لقطته وعايز دايما ياكل وش التورته من غير ما يعمل مجهود. كلنا كلاعيبه كوره بنحب نظهر وبنحب ناخد لقطه، ولكن بتعبنا بمجهودنا بعرقنا في الملعب، مش على قفا الناس التانيه.
ما بناخدش تعب حد. ده اللي انا شايفه شيكابالا بيعمله، عكس عبد الله السعيد. عبد الله السعيد راجل عنده 40 سنه بيضرب سبرنت في الدقيقه 120 عشان يقطع كوره اعتقد كانت خطيره جدا على مرمى نادي الزمالك. ده الفرق بين عبد الله السعيد اللي بيلعب للفرقه، وده الفرق بين شيكابالا اللي دايما اسمه بيتقال كترند في المشاكل وفي اثاره الجماهير وفي التهييج وفي كل حاجه. انا ما بقولش ان شيكابالا حد وحش، ولكن اعمل انت كزملكاوي مقارنه صغيره بين شيكابالا وبين عبد الله السعيد. مش هقول لك بقى بين شيكابالا وبين واحد من الاهلي، اصل القصه مش قصه اهلي وزمالك هنا، احنا بنتكلم على اصول يا جماعه. بنتكلم على اصول. هل شيكابالا هنا فاد الفرقه؟ انا شايف ان هو ضر الفرقه، نزوله ضر الفرقه. انت لو كنت نزلت اي لعيب ناشئ حتى في الفتره دي كان هيفيد الزمالك اكتر من شيكابالا يفيده. تغيير شيكابالا تغييره اعتقد ان هي مش في محلها، وانت منزله عشان يشوط ضربه جزاء ما يشوطش ضربه الحاسمه. شيكابالا خلاص. انا مش عارف الناس بتحط الامور كده نظام مكايده، يعني شيكابالا داخل يشوط ضربه الجزاء دي نظام مكايده، وجت في الاخر على دماغه شكله بقى وحش والفرقه بقى شكلها وحش في تضييع ضربه الجزاء دي. ما محمد كوفي عملها قبل كده برضه في الصور وضيع ضربه الجزاء، لو كانت دخلت كان الزمالك ياخد البطوله، ولكن محمد كوفي مش هو اسطوره الزمالك، عشان كده الموضوع كان يعني تم تقبله. انما شيكابالا اعتقد الموضوع مش هيعدي كده ومش حلو وشكله مش حلو، وخلى شيكابالا نفسه شكله مش حلو. تاني حاجه، انت يا شيكابالا بتجري ورا لعيبه الاهلي ليه بعد ما الجون بيحتفلوا؟ حتى لو انت اتشتمت ما ينفعش ان انت تجري وراهم كده. انت لازم تتعامل ان انت كاسطوره زملكاويه، لازم تصرفك يبقى تصرف مسؤول، ما ينفعش تخلي شكلك وحش لان انت شكلك من شكل نادي الزمالك. لازم تظهر في اللقطات الكويسه، لازم تظهر في اللقطات الحلوه اللي نقول ده شيكابالا لعيب كبير، ده شيكابالا فعلا نجم، ده شيكابالا اسطوره، زي ما بتاخد كده اللعيبه اللي ما لعبتش وتخليهم يحيوا الجماهير والكلام ده كله، دي كلها لقطات احنا بنحب نشوفك فيها. انما ان انت تظهر بالمستوى المخزي ده، دي شكلها مش حلو اطلاقا، سواء لقطه ضربه الجزاء او لقطتك وانت بتجري ورا 2 لعيبه من النادي الاهلي وهما بيحتفلوا. حتى لو انت اتشتمت، مش انت اللي تجري ورا لعيب صغير من لعيبه الاهلي، مش انت، مش شيكابالا. انا بتكلم شيكابالا باعتباره نجم من النجوم التاريخيين بالنسبه لنادي الزمالك. النقطه الثانيه او الثالثه، كولر ادار المباراه بطريقه سيئه جدا جدا جدا، وما قدرش يستغل سوء حاله نادي الزمالك في بدايه المباراه. نادي الزمالك في بدايه المباراه ما بداش بالمستوى الامثل او ما بداش بالتشكيل الامثل، ويمكن هو مضطر. كان في جبهات في نادي الزمالك مفتوحه هو ما قدرش يستغلها النادي الاهلي، وكولر ما قدرش يستغلها نظرا لانخفاض مستوى حسين الشحات. وكان لازم في الفتره دي ان بيرسي تاو هو اللي يلعب مكان حسين الشحات. حتى لو حسين الشحات بدا ما فيش مشكله، بس انت شايف حسين الشحات مش منسجم مع الفرقه ومستواه منخفض جدا جدا جدا، وبيخش في الوسط الزحمه وبيلعب لنفسه. كان المفروض ان بيرسي تاو ينزل على الطرف، ما ينزلش في النص زي ما هو نزل. انا شايف ان كولر ما قدرش يستغل كل الاوراق الرابحه اللي معاه. ثانيا، انا مش شايف يعني ليه قفشه دايما انت حاطه كومبارس؟ ايه اللي بيخلي قفشه يبقى دايما كومبارس في الفرقه؟ يعني قفشه بصراحه هو اللي هيخلي الفرقه تلعب كوره، وهو اللي هيمشي كوره، وهو اللي هيربط الخطوط ببعض. انت ليه دايما حاطط قفشه كومبارس؟ قفشه ما عملش جريمه في الاهلي عشان خاطر يبقى ينزل اخر 5 دقايق ولا ينزل اخر 10 دقايق ولا اخر ربع ساعه. ليه قفشه ما يلعبش؟ ليه قفشه ما يديش؟ قفشه من اللعيبه اللي كعبها عالي على نادي الزمالك. نادي الزمالك من اكتر اللعيبه اللي بتكره وجودها في الملعب بالنسبه للنادي الاهلي هو قفشه. انت ليه ما تستغلش كارت زي ده؟ امام عاشور عمل ايه في الماتش؟ امام عاشور مالوش اي دور في الماتش. امام عاشور كان حمل على النادي الاهلي. واحد زي قفشه يفضل بره 70 80 دقيقه، وواحد زي امام يلعب الماتش كله، وواحد زي حسين الشحات يلعب الماتش كله. انا شايف ان التغييرات دي كلها مش في محلها. انت ما قدرتش تستغل الحاله الذهنيه البايظه بتاعت نادي الزمالك في بدايه الماتش، واديتهم فرصه ان هم يرجعوا يعدلوا على الشوط الثاني ويفضلوا يبقوا هم واقفين على رجليهم. نادي الزمالك النهارده واقف على رجله اكتر من النادي الاهلي. نادي الزمالك بدنيا اكتر من النادي الاهلي، واقف على رجله افضل وشكله احسن في الشوط الثاني من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان المفروض يخلص من الشوط الاولاني، ولكن ما استغلش الكلام ده كله. وده بينقلنا نقطه ثانيه، مين اللي كان محتاج الفوز ده؟ اقسم بالله من حسن حظ النادي الاهلي انه فاز بضربات الجزاء دي، لان النادي الاهلي كانت هتقوم فيه ثوره بركانيه لو كان خسر البطوله دي من نادي الزمالك. خبطتين في الراس توجع، والاهلاويه فاهمين قصدي كويس يعني ايه خبطتين في الراس توجع. مش هينفع ان الاهلي يخسر من الزمالك مرتين في اسبوعين وبطولتين، مش مرتين كده خلاص ماتش ب3 نقط وهيعدي، لا ده مرتين بضربات الجزاء ببطولتين. مش هينفع. وبالتالي ربنا كرم الشناوي، وربنا كرم كل اللعيبه اللي ضيعت، وربنا كرم كولر اللي قاعد يالف في التشكيل، وربنا كرم كل الناس الاهلاويه ان هم فازوا، لان الشكل كان هيبقى وحش قوي 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 على كل الاهلاويه. عموما الف مبروك للنادي الاهلي،
وربنا يفك كرب الناس لعيبه الزمالك، وما نتمناش ان احنا نشوف الحاجات دي بتحصل، رغم ان برضو لا يصح الا الصحيح. لعيبه الزمالك اللي عملت مشكله في ماتش بيراميدز لعيبه غلطانه، ولكن احنا برضو ما نتمناش ان الامور تتصاعد اكتر من كده، وربنا يسهل والموضوع ده يخلص على خير. شكرا لكل الناس اللي تابعتني، ولو انت وصلت للمرحله دي دوس لايك على الفيديو واعمل لي اشتراك في القناه عشان تدعمني وعشان نقدم كل جديد، وانا بقدم محتوى ان شاء الله يا رب يبقى خفيف على كل الناس. وانا والله يعني محايد او بحاول ان انا اكون محايد على قد ما اقدر، ولكن طبعا دي طبيعه الكوره في مصر، صعب قوي ان انت تكون محايد ما بين الاهلي والزمالك في مصر. شكرا، سلام.